قال بعد ما صحيت من القبر شفت كهف كبير مظلم، مشيت فيه لقيت واحدة يعني ريحتها بتفيح بالمسك، وفيه ناس يعني لما بصيت فيهم عرفتهم إن هم تابعين للصحابة أو كانوا أو عاصروا الصحابة، هم اللي كانوا أقاموا الحد على هذه المرأة رجما، اللي هي المرأة اللي اعترفت لرسول الله إنها زنت، ورسول الله أشاح بوجهه عنها 3 مرات، ثم قال خذوها وأقيموا عليها الحد. القصة تتلخص في الآتي: القصة دي حصلت في قرية من قرى الصعيد. كان فيه طار لعيلة عند عيلة تاني علشان شيء تافه، واحنا عارفين الطار بيحصل دايما على أشياء تافهة. الأشياء التافهة دي هي اللي سببت الثأر في الصعيد. يعني دول كانوا بيسقوا في الغيط، وواحد حجز المية عن التاني، يعني واحد طبعا بيسقوا من احنا بنسميه المسرب او فحيرة المية او الفحل. حجز المية عن التاني، اتخانقوا 2 مع بعض. واحد كان عنده القلب اللي هو كان سادد المية ده هو، واهله مش عارفين، فاتخانق مع الراجل ووقع في المية ومات بدون الراجل التاني ما يضربه او يعمل فيه اي شيء. طبعا اتهم فيه وخدوه المركز وحققوا معاه، واتضح من التقرير اللي جه من الطبيب الشرعي انه هذا الرجل توفى اثر ازمة قلبية، ولا يوجد به جروح او اصابات او اي شيء يشير الى ان هذا المتهم هو القاتل. لكن اهل القتيل طبعا ما سابوش الموضوع يمشي كده، هو معاه ولده، هو متعلم كان بيروح القاهرة ويجي. طبعا ابنه كان متعلم لدرجة واخد درجات، حاصل على درجات علمية كبيرة، كان دكتور في الجامعة. لما وهو جاي في الطريق كانوا بتربطين ليه، لكن هو قدر يمشي بالعربية وما حدش ايه يعني قدر يتمكن منه، على أساس إن يضربوه بطلق ناري. عملوا إيه هم؟ لما الواد طبعا كان بيحب يروح دايما الغيط، دايما بيحب يروح الغيط ويتفسح وكده هو، لأنه طبعا عايش في القاهرة وبتوحش الغيط وبتوحش قعدة الغيط وبتوحش الزرع وبتوحش، لأنه هو كان بيشتغل أساسا في الزرع قبل ما يحصل على الدرجة العلمية الكبيرة دي اللي أهلته إنه يبقى من أهل سكان القاهرة. طبعا مسكوا هذا الشاب اللي هو وحيد أبوه، وخدوه من الزرعة، وزي ما هو متهيألهم إنه ابنهم أبوه هو اللي غرقه، راحوا ماسكين هذا الشاب وراحوا غرقينه فين؟ مغرقينه في الترعة. وطبعا الشاب مات وخلاص، خدوه وكفنوه. وطبعا بعد ما ده تقرير الطبيب الشرعي انه توفى نتيجة يعني لانقطاع الهواء عن الجسد بواسطة الماء. طبعا راحوا دفنوه، وأثناء بعد ما دفنوه بيوم الراجل الفحار ماشي حوالين الفسقية فسمع صوت. طبعا بلغ أهله، جو أهله فتحوا الفساقي أو المدفن بتاعه وطلعوه لقوه حي. فاستغرب أبوه، يعني أنت حي إزاي ده احنا دفناك؟ فأخدوه وروحوا على البيت طبعا وفرحانين. فقعد يحكي لأبوه على اللي شافه داخل القبر. قال أول حاجة لما دخلتوني القبر ومشيتوا حسيت كأنه فيه كهف مظلم، أنا ماشي وحدي فيه، وفي بقعة هناك ضوء،
هي اللي خلتني اهتديت ليها. ببص في بقعة الضوء دي لقيت بسم الله ما شاء الله زروع وجناين وأعناب وأشجار وحاجات جميلة جدا. ولقيت مرأة بفيح المسك من قاعدة، وبفيح المسك قاعدة وسط هذا النعيم، وبفيح المسك منها اللي هو رائحة المسك. قال بصيت عرفت إن المرأة دي هي اللي جت لرسول الله وقالت له يا رسول الله أنا زنيت. فأشاح الرسول بوجهه عنها يمينا، وطبعا كان الرسول بيصلي مع الصحابة، فأشاح بوجهه عنها يمينا. فجاءته من ناحية وجهه وقالت أنا زنيت يا رسول الله، فأشاح وجهه عنها شمالا أيضا. فجاءت أمامه وقالت أنا زنيت يا رسول الله. فقال اذهبي وضعي المولود. ذهبت ووضعت المولود. بعد أن وضعت المولود جاءت تحمله وقالت أنا وضعت المولود يا رسول الله. قال اذهبي به وأرضعيه. فأرضعته. فلما أرضعته جاءت بهذا المولود بعد عامين وفي يده كسرة من الخبز، وقالت له يا رسول الله لقد أرضعته عامين وهذا المولود يأكل ولا خوف عليه الآن، أقم علي الحد. فالرسول قال خذوها وأقيموا عليها الحد. فأخذوها وأقاموا عليها الحد. طبعا احنا عارفين القصة دي. وأقام فلما أقاموا عليها الحد طبعا لما يعني خلاص روحها تفارق جسدها، حبت تهرب وتطير. فرجعوا للرسول قال لهم ماذا فعلتم معها؟ قالوا لقد أرادت أن تهرب من إقامة الحد يا رسول الله. وقال لهم ألا تركتموها؟ المهم لقي ناس قاعدة حواليها بتبكي. هم الناس اللي أقاموا عليها الحد هم اللي قاعدين يبكوا. وريحة المسك اللي هي إيه، اللي هي طالعة من قبر من الجنة بتاعتها، هي ريحتها هي. فطبعا الناس دول قاعدين يبكوا ليه؟ لأن المولى سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، وهم مرحموهاش لما شافوا إن هي عايزة تجري من إقامة الحد عليها. طبعا قال حكى حاجات كتير. حكى عن جليبيب، وشاف جليبيب أيضا في الجنة، وشاف ناس من أهل النار، شاف ناس تعلق من ألسنتها. وطبعا القصص المعروفة دي اللي هي في الدين.